شهدت منطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية واقعة مأساوية، حيث عقر كلب 30 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى. وتحرر محضر بالواقعة، وأعلنت مديرية الشؤون الصحية أنها استقبلت 30 مصابا جراء حادث هجوم كلب على أشخاص وقع بمنطقة الحضرة الجديدة في الإسكندرية. كما أشارت مديرية الصحة إلى أنه فور وقوع الحادث تم توجيه المصابين إلى المستشفيات، وبعد مناظرة الحالات بالمستشفيات تم إعطاء اللقاح لعدد 30 مصابا، بينما كان من ضمن المصابين من استلزم إعطائهم المصل لوجود جروح غائرة. وتم خروج جميع المصابين من المستشفيات مع إلزامهم باستكمال جرعات اللقاح حسب التعليمات الطبية المعطاة إليهم. وأمر محافظ الإسكندرية جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم ومسح محيط المنطقة، مع وضع إرشادات عامة للمواطنين من المختصين لتجنب مثل هذه الحالات مرة أخرى.